السلام عليكم، معاكم أميرة أبو زيد. زي ما انتم شايفين كده معايا هنا بصل كتير، طماطم كتير، خضرة كتير، يبقى كده عرفنا هنعمل ايه. طبعا احنا في الشتاء وهنعمل الوصفة بتاعتنا اللي انتوا هتشوفوها دي، اللي هي اللي بتدفي واللي بتدخل القلب قبل المعدة. هنعمل مع بعض ايه المحشي. معانا البصل انا بحبه اضربه كده في الكبه، ما بيكونش ناعم قوي، والطماطم برضو بضربها في الكبه ما بيكونش ناعمه قوي. ومعايا الخضره غسلتها ونضفتها طبعا وقطعتها زي ما انتم شايفين. معايا الحله هنا اللي انا هستخدمها، بحط هنا شويه زيت حلوين كده لان المحشي بيحتاج دهون كتير. حطيت كميه البصل ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده كميه كبيره جدا. الزيت طبعا سخن، حطيت البصل و هفضل ادبله كده شويه لحد ما احس ان هو هياخد لون، مش اخد لون. تمام كده. معايا هنا فلفل احمر، ده بارد، فلفل احمر بارد، ده متفرز وحطاه في برطمان كده في الفريزر، وقت ما بحتاجه بطلعه. انا عندي بارد وحار، بس انا كنت عامله ده شغل اوردر يعني، فبيحبوا البارد ده. لكن انا بالنسبه لي انا في البيت يعني بحبه ان انا احط فيه حامي، بس مش بخليه برضو بيحرق قوي ولا حاجه، علشان طبعا الاطفال وعشان احنا نعرف ناكله كمان. فحطيت هنا شويه من الفلفل الحام البارد علشان بيدي طعم وبيدي لون حلو جدا للمحشي. بحط هنا الصلصه بعد ما حطيت الفلفل، الصلصه برضو هتديني لون حلو للمحشي بتاعي. طبعا الفلفل والصلصة والطماطم والبصل وكل الخليط ده بيبقى حسب الكمية اللي احنا هنعملها. انا حطيت هنا بعد ما شوحت كده البصل والفلفل والصلصة شوية، حطيت بقى الطماطم اللي انا ضربها في الكبة. نحط طبعا سكر عشان الحموضة بتاعة الطماطم زي ما انتم شايفين كده، شوية سكر كده صغيرين. يعني على الكمية بتاعتي دي انا حطيت حوالي نص معلقة كبيرة. هظبط بقى الملح، حطيت هنا شوية ملح كده تقريبا، مش هنكتر برضو الملح علشان يعني نشوف الاول بعد ما نحط الرز والكلام من ده نعمل حساب ان الشوربه طبعا بتكون فيها ملح. انا هنا عامله ما شاء الله كميه كبيره، فانا كنت هعمل شويه، يعني حشيت منه شويه جزء والباقي حطيته في الفريزر او في التلاجة، وقت ما بحتاجه بطلعه علشان شغلي وكده. زي ما انتم شايفين خلاص الصلصة او التسبيكة بتاعة المحشي خلاص استوت. نعرف ازاي ان الكمية قلت والدهون بتاعته طلعت على الوش. حطيت هنا مكعبين من المرق، تقدر تستغنى عنه لو مش بتحبيه. كنت غسلت الرز بتاعي، والرز المصري بتاعنا للمحشي بيتغسل وما بيتنقعش، بنغسله كويس جدا وبنصفيه على طول. وحطيت الرز على التسبيكة بتاعة المحشي، وحطيت الخضرة بتاعي. ببدأ هنا بقى احط شوية من الكزبرة الناشفة، احط شوية من الكمون، شوية من القرفة، شوية من الفلفل الاسود، التوابل اللي انت بتحبيها. وكمان انا حاطه هنا شوية من خليط كده بعمله، يعني شوية توابل كده خلطها مع بعضها عشان تكون برطمان واحد. وبحتاج بحط منه بقى للمحشي، بحط منه الكفتة، الحاجات اللي انتوا شايفينها دي او اللي احنا بنحبها يعني. قلبت كل الكلام ده مع بعض، وشايفين بقى الفلفل الاحمر مدي لون حلو قوي للرز بتاعي، الخلطة بتاعت المحشي. هنا بقى انا حطيت في الارضيه بتاعتي، لازم بحط مثلا لو انا بعمل كوسه احط قلب الكوسه، بقطع بصل بيدي طعم حلو جدا جدا للمحشي. بقطع شرايح من الفلفل، طماطم، جزر، مثلا اللي هي العيدان بتاع الكرنب دي، لو موجود عيدان كرنب بحطها شوية من العيدان بتاع الخضرة برضو بحطها، بيدي طعم حلو قوي للمحشي. بعد هنا ما انا حشيت هنا شوية الكوسة طبعا بنملاها مش بنضغط عليها، بنحطها كده، بنعبيها وبنسيبها مهوية زي ما انا ضغطت عليها كده. وبعدين بسيب شوية مسافة مش للآخر عشان الرز طبعا بيزيد فهيطلع برا الكوساية. الكرنب بقى بحب ان انا اخلي الطبقة الورق الكرنب بيبقى فيه ورقة فيها لمعة، بحب اللمعة دي تكون برا علشان لما المحشي يستوي يبقى يديني لون لامع. زي ما انتم شايفين كده حطيت المحشي ورصيناه، والرصة بتاعتنا مفيهوش رز خالص، طالع اهوت على
على الصوابع المحشي، لان الرز لما بيكون بره بيخلي المحشي بتاعي يعجن. تمام كده، وبنخليه متساوي كده وبنظبط المحشي. بحط هنا بقى الشوربه بتاعتي لازم تكون مغليه ويكون الملح بتاعها مظبوط. بحط المحشي اللي على البوتاجاز، انا بسيبه يسخن شويه على اساس ان هو والشوربه يكونوا سخنين ويغلي معايا بسرعه. بحط الشوربه زي ما انتم شايفين كده اقل من مستوى المحشي علشان يكون المحشي بتاعي مستوي كويس، ما يكونش معجن. لو الناس بتحب شوربه زياده تقدر تضيف شوربه زياده. انا هنا كنت شايله شويه من التسبيكه بتاعه المحشي عشان احطها فوق زي ما انتم شايفين كده، بتدي لون حلو قوي بعد ما المحشي بيستوي. تمام كده، شايفين بهز الحله علشان الشوربه تنزل تحت للطبقات اللي ما فيهاش شوربه، لان ممكن تكون فوق وبسبب ان هو مترصص وكده يكون الشوربه فوق. لكن انا لما بهزها بخلي كل المحشي ياخد الشوربه بتاعه عشان يستوي. زي ما انتم شايفين كده بقى ما شاء الله، بعد ما غلي واتاكدت خلاص ان هو نشف، هديت عليه النار علشان كله يستوي بقى، الورق الرز وكل الحاجات دي. ولما بندوقه بقى ونشوفه استوى ولا لا، لقيته استوى خلاص تمام كده. ده نزلته من على النار وقلبته، وزي ما انتم شايفين شكله تحفة ومفلفل وجميل وعشق عشق عشق بقى. اللي يحب المحشي ده يعني مفيش اكتر من مصريين. دي الوجبة اللي عندنا في كل المناسبات لازم نعملها بقى، في أول رمضان، في الأعياد، عزومات، لازم بنعمل المحشي ده. وطول الشتا طبعا بناكل لحد ما احنا ما شاء الله يعني. شايفين الصباع قد ايه المحشي زي ما انتم شايفين كده طالع نار نار سخن. بالنسبة بقى للكوسة اللي كانت في الأرضية دي، شايفين لونها عامل ازاي؟ انا هنا بخلي المحشي بتاعي والخضار اللي تحت ده بيتحمر كده وبيبقى تحفة. هنا بقى رصيت الاوردر بتاعي، وزي ما انتم شايفين كده الكوسة متحمرة من تحت وتحفة، وشايفين الرز من جوه مفلفل ولونه تحفة ازاي. وكمان الصوابع بتاعتي شكلها ما شاء الله، بألف هنا وشفا للي أكلوا. ويا رب تعملوا الوصفة وتعجبكم. والوصفة دي يعني أنا بعتز بيها جدا جدا، لأنها ما شاء الله يعني كل اللي بياكلها من إيديا بتعجبه. كنت أخدت فيها المركز الأول في مسابقة مع الشيف رشا الشامي والشيف ياسر شاكر والشيف الدميري.